هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير يا رب دايما. النهارده الفيديو بتاعنا مختلف تماما، وانا جايه ومش ايديا فاضيه، جايبه لكم معايا اختراع بجد حلو قوي وفرق معايا كتير. ومن كتر ما هو فرق معايا قلت لازم اشارككم التجربه دي. انا من ساعه ما انا بستخدمه وموفر معايا الوقت والمجهود، وكمان باكل بيض بطريقة صحية وبستفاد بكل القيمة الغذائية بتاعته، والطعم بجد مفيش احلى من كده. لو حابين تعرفوا التفاصيل اكتر تابعوا معايا الفيديو للنهاية، ويلا نشوف ايه الاختراع ده. هو ده الاختراع. دي ماكينة سلق البيض بالبخار. الماركة دي اسمها انستولوجي، وهي بجد حلوة قوي. انا جبتها وجربتها وعجبتني موت. ودي واحدة تانية جديدة انا جايباها، قلت افتحها واجربها معاكم ونشوف ايه اللي بيجي معاها وهي بتتفتح ازاي. هنفتحها مع بعض ونشوف كل حاجة مع بعض. اوكي، اهي وده بيض علشان خاطر نسلقه. ده شكلها من جوه اهي، بيجي معاها الكتالوج بتاعها. طريقة الاستخدام ممكن لو احنا مش حابين نقرا نشوف فيديوهات ازاي المكنة بتشتغل، وهي بصراحة سهلة جدا، مفيش اسهل من كده. عايزين نطلعها اهي. هنروق الحاجة بتاعتنا، نحط الكتالوج جوه العلبة والكيس كمان. ونخليها معانا. ودي مية هنحتاجها في سلق البيض. دي الحاجات اللي بتيجي معاها. انا بحب كل حاجه احطها في الكرتونه، يعني انا البلاستيكات بتاعتها والحاجه احطها في الكرتونه، وفي الاخر هنقول كل حاجه بتستخدم في ايه بالظبط. اوكي، احنا خلاص شلنا كده كل حاجه تمام. هي دي المكنه، وده اللي بيجوا معاها الادوات اللي بتيجي معاها. الطبق ده علشان خاطر البيض الاومليت، لو احنا حابين مثلا نقطع خضار صغنطط كده، فلفل الوان او بصل او اي حاجه، وبنحطه مع البيض وبنحطه هنا، وتحت بيبقى فيه الميه وبيطلع البخار يسوي البيضه. بتبقى طعمها حلو قوي، وبتبقى السوا بتاعها رائع، وبتبقى كل القيمه الغذائيه بتاعتها فيها. والحاجات دي موجودة منها في اي مكان بتاع الادوات المنزلية، على شكل نجوم وعلى شكل اشكال كرتونية، علشان خاطر الاطفال اللي مش بتحب تاكل البيض الطريقة دي بتعجبهم وبتخليهم ياكلوا البيض احسن. ده معلقة علشان خاطر نفصل البيض عن الصفار اهي. ده كاب. الكاب ده فيه درجات
سوى البيض. لو انا عايزة نص سوا هملاه اول درجة، سوا كامل هملاه تاني درجة. هسويه بالعلبة بتاعته هيبقى اخر درجة. بس كده؟ لا طبعا، في حاجة مهمة جدا. في هنا يعني زي سن كده حامي. السن ده احنا بنخرم بيه البيضة قبل ما تتسلق، قبل ما نحطها هنا لازم نقوم خرمينها كده. اوكي، بس انا بادية معاكم على طول علشان خاطر نسويه. وهو بيستوي هقول لكم كل الميزات اللي انا لقيتها في الجهاز الجميل ده. اوكي، احنا بنخرم البيضة كده اهي. الجهاز هنا بيشيل 7 بيضات، بس انا عاملة 3 بس علشان خاطر بصراحة 7 ده كمية كتير وانا مش هخلصها. وانا بحب اكل البيض فريش، مش بحب ان انا اشيله في التلاجة واطلعه ويبقى ساقع والكلام ده كله. لا، انا بحب اكله وهو طازة كده. فانا هعمل 3 بس، لكن الجهاز هنا ليه 7 اماكن للبيض، وبيبقى نفس درجة السوا، نفس الوقت، نفس كمية المية. اوكي، انا عايزاه ميديوم، مش هحبه ان هو يكون سوا كامل، فانا هاملة المية على ميديوم. اوكي، وهحط المية هنا في المكان ده. وبعدين هحط القطعة دي، وبعدين هحط البيض. انا مادام انا مش عاملة الكمية كلها فممكن احطهم بطريقة يكونوا يعني كده كويس بالنسبة لي، هتبقى تمام يعني. الغطا هنحطه دلوقتي ونشغله. هو كده اشتغل اهي، اللمبة بتاعت الزرار نورت، فكده هيبدأ ان هو يسوي البيض. اثناء ما هو بقى بيسوي انا هروح اجيب مية، علشان خاطر طبعا لما البيض بيبقى مسلوق بيبقى سخن جدا. هنزله على طول في مية ساقعة عشان خاطر ما يكونش سخن على ايديا وانا بقشره معاكم، عشان اوريكم من جوه يبقى شكله عامل ازاي والسوا بتاعه بيبقى عامل ازاي. وهجيب كمان طبق علشان خاطر اطلع فيه البيض. نبدأ بقى ان احنا نقول مميزات الجهاز الجميل الحلو ده اللي انا معجبة بيه. اول حاجة الغطا زي ما انتوا شايفين فيه فتحتين علشان خاطر البخار الزيادة يطلع وما يتحبس جوه. تاني حاجة، انا لو المية دي نشفت هيقوم عامل صوت الارم علشان خاطر يعرفني ان البيض خلاص استوى وان هو جاهز ان انا اخده اكله، يعني خلاص هو جاهز للاستخدام. الطعم بيبقى حلو جدا جدا جدا، السوا بيبقى حلو قوي من جوه، ما بياخدش وقت، ما بياخدش مجهود. انا عن نفسي قبل ما اشوف الجهاز ده كنت بفكر ان انا عايزه اشتري كسرولة عاديه علشان خاطر تبقى مخصصه في بيت لسلق البيض، ولكن شفت الجهاز ده فعجبني قوي وقلت اشتريه وجربته، وبصراحه عجبني جدا وعجبني طريقه تسويته وطعمه كان حلو. تاني حاجة بقى هو ما بيكسرش البيضة. فاكرين لما كنا نيجي نسلق البيض وبيضة تتشرخ وينزل عليها على القشرة من بره كده حاجات بيضة اللي هي البياض بتاعها؟ لا، هو ما بيعملش كده، بتستفادي بالبيضة بشكلها وبجمالها وبطعمها وبالقيمة الغذائية بتاعتها. بس فانا قلت ايه، اجربه ونشوفه معاكم. هو ابتدى كده يستوى والمية ابتدت اهي تستوي والشكل جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده.
وتنظيفه سهل جدا جدا جدا. ودلوقتي هو البيض خلص سوا. بعد ما خلص ادى قرار، صوت صفارة كده جرس علشان خاطر يقولي ان البيض استوى. وهنشوف البيض عامل ازاي اهو. شكل الدنيا بصوا جميلة ونضيفة وتمام. هنمسك البيضة سخنة، انا حطيتها في مية ساقعة قوي علشان خاطر تبرد، ما تبقاش سخنة على ايديا وانا بقشرها معاكم. هحاول ان انا اقشرها. وبكده البيضة اتقشرت زي ما انتوا شايفينها. وهنفتحها من جوه. شايفين السوا بتاعها؟ ده شكل البيضة اهي. نقطعها تاني علشان نتأكد ان هي استوت كويس قوي. شايفين شكل الصفار لونه عامل ازاي؟ شايفين؟ ده شكل البيض بعد ما خلاص استوى وجاهز علشان خاطر الاكل. شكله حلو جدا، سواه حلو. انا واثقه ان هو محتفظ بقيمته الغذائيه. ودي المكنه بتاعتنا النهارده بجد حلوه قوي. لو عندكم فرصه ان انتوا تجربوها انصحكم ان انتوا تجربوها. هي سعرها مش غالي خالص بجد، سعرها رخيص جدا وبتسهل حاجات كتير قوي. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم، وانتظروني في فيديوهات تانية كتير قوي. باي باي.